وفي خبر عاجل، مبروك للجزائر دخول مصنع صناعة الزجاج المجوف حيز الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية 2026. كشفت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية ACS هولدينغ عن تسارع وتيرة أشغال مصنع الشركة الفرعية سوفاست المتخصصة في صناعة الزجاج المجوف، وذلك بعد إعادة بعث نشاطها ضمن مساعي الدولة بتشغيل الوحدات الإنتاجية لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة. وأعلنت الشركة القابضة عن تقدم ملموس في مختلف مراحل الإنجاز، ما يعكس الديناميكية الإيجابية الميدانية تحسبا لعودة نشاط شركة سوفاست. وتم استكمال أشغال تركيب محطة معالجة وتنقية الرمال ومحطة التجانس بالتوازي مع حفر البئر الارتوازي وإعداد مخطط استغلال المحجرة. وذكرت ACS هولدينغ أن جهود طاقم الشركة بمرافقة خبراء ومختصين تقوم حاليا لاستكمال المراحل المتبقية، لا سيما وضع الأجر الحراري داخل الفرن وربط المنشآت بالشبكة المعلوماتية، مع مواصلة تركيب التجهيزات الحيوية لضمان دخول المصنع حيز الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية وفقا للبرنامج المسطر. وجددت الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية التزام شركة سوفاست على استكمال المشروع في أفضل الظروف، بما يضمن رفع قدراتها الإنتاجية لتلبية متطلبات السوق الوطنية من الزجاج المجوف، والمساهمة الفعالة في تطوير الصناعة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التابعة للمجمع وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية هامة للبلاد. مبروك للجزائر بهذا المصنع الجديد.